عارف ايه اللي بيفرق بين صنايعي او موظف بيتشال على الراس وبين واحد تاني بياخد الفلوس ويجري؟ كلمة واحدة: الاتقان. الاتقان مش رفاهية ولا شطارة زيادة. الاتقان هو اللي بيخلي اسمك ماركة مسجلة في قلوب الناس، هو اللي بيخلي الناس تدور عليك بالاسم وهي مغمضة عينيها. احنا بقينا بنعاني في حياتنا من الكلفتة، في لبسنا، في أكلنا، حتى في المباني اللي بنسكن فيها. بنستسهل السبوبة السريعة وبننسى إن الرزق الحقيقي في البركة. الإتقان مش معناه إن احنا نعمل الحاجة بحرتفة زيادة، الإتقان معناه إننا نعمل الحاجة صح حتى لو محدش شايفنا، لأنك عارف إن عين ربنا سبحانه وتعالى هي اللي دايما مراقباك. لما تخلص شغلك بذمة انت مش بتأدي وظيفة، انت بتبني أثر بيفضل يتكلم عنك لسنين قدام. الشخص اللي بيتقن عمله ربنا سبحانه وتعالى بيسخر له القلوب وبيسخر له الرزق من حيث لا يحتسب. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانا، وأتقن العمل المندوب تعلو به، فما بقاء الفتى إلا بما زان. قرارك النهاردة: راقب نفسك في أصغر حاجة أنت بتعملها وزود فيها لمسة إتقان ما كنتش عملتها قبل كده. راجع شغلك مرة واثنين وثلاثة، خلي الناس تقول لسه في حد بيشتغل بضمير. وأثرك قرار صغير النهاردة.